اهلا بيكم ولكل المهتمين بالشقق الاسكان المتوسط اللي هي دار مصر وسكن مصر وجنة مصر. مهم جدا جدا تعرف ان الدولة قررت تطرح شقق جديدة خاصة بدار مصر وسكن مصر وجنة مصر. خليني اقول لك، لا، ده هي جنة مصر اكتر حاجة. الشقق ناوية تطرح في شقق جديدة لكل الناس المهتمين بهذا الطرح. خليني اقول لك كده مع بعض لكل الناس المهتمين، الدولة كانت دايما كده بتحب تطرح شقق كل فترة، وكانت طرحت في شهر 3 الماضي شقق دار مصر وسكن مصر وجنة مصر. ولكن يا جماعة طبعا مش كل الناس اللي قدموا قدروا ان هم يحصلوا على شقق، وفي ناس منهم فضلوا ان هم يسيبوا المقدمات بتاعتهم. وخلي بالكم المقدمات دي كبيرة، مش مقدمات صغيرة كانت بتوصل ل100,000 و150,000 والكلام ده كله. فضلوا ان هم يسيبوا المقدمات بتاعتهم مقابل ان هم يبقى ليهم فرصة اوفر في التقديمات القادمة. خليني اقول لك ان الدولة قررت طرح 480 شقة من مشروع جنة مصر في القاهرة الجديدة واكتوبر الجديد. كان اخر سعر لهذه الشقق المتر كان ب 11 تقريبا كده، كان ب 11,000 وكان ب 10,000. حضرتك الدولة هتطرح الشقق ولكن لم يتم تحديد سعر المتر حتى الآن. هل متوقع الزيادة؟ طبعا متوقع الزيادة. ليه؟ لأن الإسكان الاجتماعي اللي هو محدود الدخل اللي هو بتاع الناس البسيطة وصل 500 جنيه، 500,000 جنيه. فمش من الطبيعي إن هم يطرحوا الإسكان الفاخر والإسكان المتوسط وجنة مصر اللي هو زينة مشروعات الدولة يطرحوه مثلا ب1,000,000 جنيه. لا حضرتك، سعر المتر كده في شقق الإسكان الاجتماعي وصل 10,000 جنيه. فهل سعر المتر في شقق اللي هو مشروعات الدولة وصفوة مشروعات الدولة هيكون كام؟ ده اللي احنا هنعرفه الأيام. لكن هيتم طرح، أيوه هيتم طرح إعلان تكميلي لمن لم يسحب مقدمات الحجز في الإعلان السابق. طب معناه كده ان مش هيتم طرح شقق جديده للناس اللي عايزه تقدم بقى من جديد في دار مصر؟ لا، هيتم طرح. ولكن هنا الاطروحات دي بتختلف، لان هو عايز الاول يخلص كل الناس اللي هو قدمت قبل كده وبعدين يطرح جديد. فهو حسب لقى الناس لقى 480 شقه، لا قال ايه، طب انا اطرح لهم 480 شقه دي عشان حتى يشجع الناس اللي بعد كده اللي هي هتقدم ولم يحالفها الحظ انها تخلي المقدمات شويه عشان خاطر انها تستفاد بهذه الفرصه. خلي بالكم الاعلانات سوف تكون متوليه من بداية تقريبا كده الربع القادم اللي هو شهر يناير القادم. يناير وفبراير ومارس لازم هيكون في اعلانات، واعلانات مهمة جدا لان الدولة بتخطط لمشروعات كبيرة جدا في هذه الفترة. مهم جدا هتطرح فيها اعلانات، وخلوكوا سجلوا الحتة دي عليا لان ما فيش اي حد بيقول الكلام ده. انا هنا بقولها لكم لان الدولة واخدة في اطار انها بتنفذ خطط كتير جدا، فهيتم فيه اعلان واحتمال كبير هيكون اعلان يا زي ما قلت لكم في الربع الاول من هذا العام، ان كان بقى اعلان متوسط او اجتماعي او ايجار. كل واحد من الاعلانات دي هيجوا بالترتيب، وكل الاعلانات دي ان شاء الله هتبقى الفتره القادمه. ان شاء الله نجيب لكم كل المعلومات المفيده الخاصه بكل مشروعات الدوله الخاصه بالاسكان. يا رب دايما نشوفكم بكل خير، وشكرا ليكم والى لقاء كل متابعينا الكرام.